اوعى تقدم في كراسة من غير ما تكون فاهم الشروط كويس، علشان ممكن تشتري كراسة وتكتشف في الاخر انك مش منطبق عليك الشروط اصلا، وساعتها لا تعرف تبدلها ولا ترجعها. في الفيديو ده في قناة معلومة في السريع هقول لك كل شروط التقديم في الثلاث كراسات الموجودة في طرح سكن لكل المصريين 7، وكمان هضيف لك معلومات مهمة جدا محدش بيقولها. بس يا ريت قبل ما نبدأ تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، وكمان تفعل الجرس علشان توصلك باقي الفيديوهات المهمة في السلسلة. نبدأ بقى بأول كراسة، ودي خاصة بالوحدات اللي لسه تحت الإنشاء ومفتوحة لكل الناس اللي أول مرة يقدموا. تعال بقى نشوف الشروط مع بعض. شروط التقديم الأساسية: أولا السن ما يكونش أقل من 21 سنة، وما يكونش أكتر من 50 سنة من تاريخ نهاية التقديم. تكون طبعا مصري الجنسية ومقيم في المحافظة أو محافظة مجاورة. ما يكونش سبق ليك الحصول على شقة أو قطعة أرض من أي جهة حكومية حتى لو اتنازلت عنها. ما تكونش استفدت قبل كده بقرض تمويل عقاري مدعوم من الدولة. ما يكونش الزوج أو الزوجة أو الأولاد القُصّر مقدمين في نفس الإعلان على أكتر من وحدة. وما يكونش عندك شقة تمليك حتى لو ميراث شرعي. لو عندك شقة إيجار قديم بتقدم تنازل رسمي عنها قبل الاستلام، ويكون موثق في الشهر العقاري. طبعا ما تقدرش تبيع الشقة وتتصرف فيها قبل مرور 7 سنين من تاريخ الاستلام، ولازم تلتزم بنظام التمويل العقاري، وما ينفعش تدفع كاش أو تسدد مرة واحدة. الفايدة بقى بتكون كام؟ الفايدة 8% لمحدود الدخل، ثابتة طول فترة السداد، واللي ممكن توصل لحد 20 سنة. هنيجي بقى لشروط الدخل. بالنسبة للشخص الأعزب دخل شهري بحد أقصى 12000 جنيه أو 144000 جنيه سنوي. بالنسبة للأسرة دخل شهري بحد أقصى 15000 جنيه أو 180000 جنيه سنوي. في حاجة بقى ما تنساش تتأكد من رقم الموبايل اللي سجلت بيه على منصة مصر الرقمية، ولازم يكون متسجل باسمك، ولو غيرته لازم تدخل على المنصة وتحدثه وتتأكد انه اتغير فعلا. خلينا بقى قبل ما نكمل شرح باقي الكراسات احب افكرك ان احنا شرحنا قبل كده في فيديو منفصل الفرق بين الكراسات الثلاثة وايه الانسب ليك، وكمان في فيديو تاني فيه كل المستندات المطلوبة والتفصيل. عشان تتأكد انك ما نسيتش ولا ورقة هتلاقي كل اللينكات في صندوق الوصف واول تعليق، شوفهم ضروري قبل ما تقدم علشان فرصتك ما تضيعش. ويلا بينا بقى نكمل شرح ونشوف باقي الكراسات. بالنسبة للكراسة التانية دي فيها تنوع شوية، في وحدات جاهزة على الاستلام، وفي كمان وحدات لسه تحت الإنشاء ومفتوحة للجدد، وكمان الناس اللي قدموا قبل كده ولسه ما خدوش فرصة. خليني أوضح لك بالتفصيل. الكراسة دي متاحة للعملاء الجدد وكمان اللي كانوا مقدمين قبل كده وما حصلش نصيب. لو كنت مقدم قبل كده في شطا أو الغردقة أو عزبة البرج وعديت سن ال50 ممكن تقدم باسم مستفيد بديل زي ابنك أو زوجتك مثلا، بس بشرط يكون في صلة قرابة مثبتة زي قسيمة زواج أو شهادة ميلاد، وبيوقع الإقرار اللي في الكراسة الاتنين مع بعض، صاحب الطلب والمستفيد البديل. أما بقى بالنسبة للكراسة التالتة فدي مخصصة لفئة معينة جدا، وهم الناس اللي كانوا مقدمين قبل كده في إعلان سكن لكل المصريين 5 وتعاملوا معاه لكن ما كانوش ضمن الأولوية أو اترفضوا لأي سبب. تعالى بقى خلينا نعرف إيه شروطها. دي للناس اللي قدموا قبل كده في سكن لكل المصريين 5 واترفضوا أو خرجوا من الأولوية. لو كنت غير منطبق الشروط بتقدم كل الأوراق المطلوبة زائد المستندات اللي تثبت سبب الرفض اللي اتقالك في التظلمات. ولو كنت سحبت جدية الحجز من الإعلان السابق بتقدم إيصال السحب. لو حصل تغيير في حالتك الاجتماعية زي الجواز أو الطلاق بتعدل الاستمارة الإلكترونية وتقدم مستند يثبت التغيير. في بقى شوية تنبيهات سريعة ومهمة: ما ينفعش تبدل كراسة أو ترجعها لو اشتريتها غلط، لكن تقدر تشتري كراسة جديدة مناسبة لحالتك وتبدأ بيها. دي كانت كل شروط التقديم في الكراسات الثلاثة بشكل مفصل. لو لسه مش عارف تختار انهي كراسة شوف الفيديو اللي فات اللي شرحنا فيه الفرق بينهم، وسيب لي في التعليقات انت ناوي تقدم في انهي كراسة واي واحدة لفتت نظرك اكتر. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان توصلك باقي فيديوهات سكن لكل المصريين 7 على قناة معلومة في السريع.